والله ما انصدم لوحدي. ايه ما بتنصدمي في ايه؟ واحده قعدت في عيد ميلادها ال25 وبتطفي الشموع، انت متضايقه عشان هي قاعده لوحدها يعني؟ ده طلعت 52 مش 25. انت بدلت الشمعتين كده سبحان الله. وبعدين غالبا اللي جم بقى نكدوا عليها عيشتها دول هم اولادها يعني. ما هي الامومه مش سهله بس مستاهله. فضلوا ينكدوا عليكي لحد ال 52 وتسيبوا الست تفرح يعني. سيبوها. اللي بعت لي الفيديو ده الحقيقه سالني سؤال مهم، قال لي هو ازاي في سنها ده شكلها كده؟ والله بخلاف البوتوكس والفيلر والحاجات دي اللي ممكن تتعمل كاجراءات في العياده، الله اعلم هي عامله ولا لا لان الصوره من بعيد، بس مش ده موضوعنا. اكتر حاجه هتحافظ على بشرتك اولا هي انك تحافظي على وزنك، يعني وزنك ما يفضلش يزيد وينقص، يفضل ثابت. يعني انت وزنك 50 كيلو تفضلي 50 كيلو او تلعبي كده ايه في 52 بتاع. ده اكتر حاجه هتحافظ على بشرتك لان الجلد مش هيقدر يتمدد وينكمش فيظهر فيه تجاعيد. تاني حاجه التعرض للشمس، دي اكتر حاجه بتظهر علامات تقدم السن، فنستخدم واقي شمس من سن صغير. وبقيه الحاجات اللي بنقولها في الدليل الكامل للعنايه بالبشره زي الترطيب واستخدام غسول مناسب، الكلام ده كله مهم جدا جدا. والرياضه والاكل الصحي، نشرب ميه كتير، هي دي الحاجات المهمه الاساسيه بخلاف بقى الاجراءات اللي في العياده.